هلا بنات، صباح الخير، جمعة مباركة. بنات، انطلب من عندنا هذا الموديل. تشوفون هاي التخريطة اللي مسافة الصدر. طبعا هنا الزبونة ما تريد قصة تحت الصدر، لا تريد البدن كامل وتريد هذه التخريطة. تعالوا يعني نراويك شلون راح نسويه، وبنفس الوقت هو رياضي. هسه هنا بنات احنا فصلنا قطعة الخلف، فصلنا ايد برجل، فصلنا الخلف، وجينا نريد نفصل الامام. طبعا انا هنا قطعة الامام يعني اخذت مسافة بس للخصر، يعني ما سويت قالب كامل، سويت فقط للخصر. هنا طبعا احنا عندنا رياضي. الرياضي دائما بنات تكون الحفرة من نص حفرة الرقبة، تمدين خط الى حفرة الابط بهالشكل. وهنا احنا بالحالة الاعتيادية مو ننزل ميلان كتب 4 سنتيم، الميلان نلغيه بالرياضي ونطلع خط عدل مستقيم. زين، على مود نسوي الردن مالتنا. زين عيني. هسه هنا بنات اني ايش راح اسوي؟ طبعا هاي بسم الله الرحمن الرحيم. هسه هذا الخلف قصينا وهذه مالتي بعدين راح اسوي بها ردان. الردن بها خرطة كلش كبيرة وربع ردن، هاي للردان. زين عيني، هذه للردن. زين، هذا البدن هذه عندي قطعة الخلف أنا مفصلتها ومكملة، على أساسها جدة أفصل الأمام. هسه هذه عندي الخلف. زين، هذه بعد ما أحتاجها مال قطعة الخلف، على أساسها الأمام. احنا الأمام منا ولي جوا فصلنا نفس الفصال نفسه، بس للخصر وقفت قصيت. هسه أنا هاي قاصة هذا أمام وهذا الخلف، قصتهن سوا بس استخدمت طريقة الإيد برجل. زين عيني. انتي حتى لو تطبقين القماش 4 طبقات ما تسيطرين عليه، ما تسيطرين انه تطلعين قصه بالصدر، فتفصلين ايد برجل افضل. هسه انا هذا الخلف قصه كامل باعي كامل، لكن الامام للخصر وقفت، للخصر وقفت. وش سويت؟ سويت قالب، سويت قالب. وبنفس الوقت انه انا راح ااشر حفره الابط لهنا، حتى بعدين ما يعني شلون نقول ما تتيح علي باعي، حتى ما تتيح علي انه اني لي وين الصدر مالتي والخصر مالتي. زين، هذا هسه هذه قطعة الخلف راح اشيلها بعد ما احتاجها، بس اشر مكان الخصر على مود القالب مالتي هذا بنات، حتى ما يعني بعدين من ارفع هاي ما اعرف انه اني وين الخصر مالتي وتكملة القالب منين راح تبدي. باعي اشر هنا مكان الخصر. هذه قطعة الخلف راح اشيلها بعد، يعني لا تكملين تقصين الامام كامل حتى ما يتبذر عندك قماش، لان وراك ردانات. زين، وحتى تستغلين القماش بطريقة صحيحة. هسه اني لهنا اشرت مكان الخصر. باعي لازم اني قالبي وين راح يقعد؟ راح يقعد هنا. المفروض قالبي، المفروض القالب مالتي يقعد هنا ويا هذا الخصر. هسه اجي اريد اشتغل التشريح. اولا انا ايش راح اسوي؟ راح احدد حفرة الرقبة بالنسبة للامام. ارجع الردان هذه اللي قصيتها، هنا عندي الحفرة على افتراض انه 20. حفرة الصدر يعني تريدها شوية نفهة، على افتراض انه 20، فانزل منه لهنا 20 سنتيم. حددت عمق الحفرة. الحفرة راح تكون بهالشكل، وهاي بعدين راح تنقص هيك عندي. زين، راح اقصها حتى ابدي بالقالب مالتي. خلي الخطوات مالتك تكون متسلسلة على مود من تشتغلين ما تحسين اكو صعوبة بالموضوع. هاي هسه هذه اللي هنا هاي الردن، وبعدين راح ننطي زيادة الخرطة، وهذا البدن. زين، البدن احنا نريد بيه تشريح. التشريح راح يكون هذه منطقة الخصر راح يكون تحت الصدر. المفروض التشريح مالتي راح يبدي منه، مفروض التشريح مالتي راح يبدي منه، يعني ابتعد عن الخصر يعني بالقليل فد 8 سنتيم. زين، هذه 8 سنتيم. هسه راح ابدي شو اسوي؟ راح ابدي اشرح، راح ابدي تشريح. والتشريح همنا راح نبتعد هم عن حفرة الرقبة 8 سنتيم اللي هي بمقدار يعني هيك 4 اصابع. هذه مسافة التشريح، هذه راح تكون عندي مسافة التشريح. راح شو اسوي؟ ارسمها بهالشكل واشرحها. زين، المغزى من عنده انه اني ما اسوي قصه على الخصر. اكثر النساء ما يحبون القصه على الخصر، تقول لك تسمني، بس بنفس الوقت هذا الموديل كلش محبوب ومرغوب ومطلوب، دائما يطلبوه. طيب اجي سويت هسه اني شرحت،
ارجع قالبي للخصر وراح ابدي اشرح. باعي شرحت، راح احتاج بس خياط منه لهنا زين، وراح يضيع عندي ويا ال 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 الخرطة. بسم الله. هاي، وبنفس الوقت انه انا حافظت على القالب مالتي زين. يمكن تحسين بيه شوية صعوبة، بس بعدين بمرور الوقت لا والله راح تحسين ها طبعا هنا تنطين سنتيم استحقاق خياط زين، يعني تنطين زيادة خياط. باعي هسه هذا اشيله للقالب. شوفي شلون راح تنخرط عندي، راح الخرطة تصير عندي فقط المنطقة اللي تحت الصدر بس هاي زين عيني هذه. وبالنسبة للردان، الردن طبعا راح ننطي بيها خرطة، راح نسوي بيها كلوش. اجيب القماش المتبقي، يعني هي هنا ما اعرف الزبونة تريدها 3/4 ردان، تريدها ردن قلليها عادي، يعني مثلا راح نسويها مثلا 3/4 ردان، اقل. زين هسه هنا هذا القماش مالتنا نجيبها نخليه بهالشكل. نجيب هاي الردن اللي احنا قصيناها، احنا شو نريد بيها خرطة، نريد بيها خرطة كلش كبيرة بالردان. شو تسوين؟ هذا القالب مالتك تبعدي تتركين فد هالقد اللي هاي 8 سنتيم. هذه بالنسبة أنا يعني إيدي ناعمة، هذه 8 سنتيم. هذه بقيها على عرض هذه القطعة وهذه أنطي زيادة استحقاق خياط لا ننسى زين. وهاي منها واحدة راح يصير بيها خياط وواحدة بدون خياط، يعني هذه وهنا هذه حاولي إنه شوية تدوريها، هذه منها شوية تدور. باعي هسه الردن ايش صار عندي بيها؟ باعي هسه هذا الامام ايش قد مال، باعي شوفي الامام ايش قد مال بنات، شوفي خلي شغلك شلون يكون طريقة احترافية. باعي شوفي الامام ايش قد مال عندي عن الخلف، ارجعه شوفي باعي هذه ايش قد صعد، باعي ايش قد صعد وايش قد مال من هنا. هذه بعدين من راح نخرط، باعي راح اخرط شوفي شلون راح يرجع. هذه شوفي من تنخرط راح ترجع بالضبط ويا هذه، راح تصير نفس المستوى زين، لان احنا قصيناهن سوا. باعي رجعت نفس المستوى زين عيني، رجعت نفس المستوى. وبنفس الوقت هنا عندك الظهر، يعني ما اعرف هي زبونه اذا تريده محفور، اي نص الظهر تريده هم محفور. الظهر هم انا راح شو نسوي، راح نسويه بشكل مسبع. بعد هاي بعد انتي من قاعدين الردن تشوفين. طبعا انا اليوم يوم منور وقالت اريد هذا الموديل، قلت لها تعالي خلينا نسوي مقطع للبنات خلي يستفادوا من عنده زين. فهذه بنات بهالشكل هذا. والردن هنا طبعا راح يصير عندنا مخروطه، هاي الردانات هاي هنا راح تقعد، هاي الردن هاي راح تنخرط زين. بقى هنا الحفره بعد، يعني هي تريد تكبرها تريد تبقيها نفسها بعد بكيفه. ان شاء الله بنات استفاديتوا من هاي المعلومات البسيطه. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد من خياطة شمس للسيدات.